بيقول لك لو العميل جه متاخر استناه واستحمله عشان طبعا العميل على حق. الكلام ده زباله ملوش اي لازمه وما هو الا مضيعه للوقت. حصل معايا مواقف كتير جدا مع مدربين المفروض ان هم يحطوا كورساتهم معايا على المنصه، وانا كنت على طول بقول لهم لا مش مكمل، وده خلاني انا في اقوى مكان، وهقول لك ليه دلوقتي. لما يجي مدرب او يجي عميل يتاخر عليك لان هو ميعاده 6 يجي لك 6 ونص، ده بيبين ان العميل ده عمره ما هيبقى وافي معاك في التزاماته ووقته وفي طلباته، وهيبقى هو ده العميل اللي يتعبك. اللي يحترمك ويحترم وقتك ويحترم شغلك هو ده اللي انت المفروض ان انت تقعد تسمع له. ليه؟ عشان خاطر اللعبه مش فلوس بس، اللعبه فلوس ووقت وامكانيات، وهو لما يضيع وقتك كانه ضيع منك فلوس. فانا بعمل ايه؟ وده عايزك تتعلمه 100%. لما يجي مدرب ميعاده 6 و10 انا طالع من الاجتماع، يكلمني يقول لي انا اتاخرت، اقول له مفيش مشاكل احجز الاجتماع التاني. يجي الاجتماع التاني ما يجيش في وقته، العلاقه بيني وبينه وقفت خلاص. ليه؟ عشان ده مش هيديني كورسات في وقتها. فدي وجهه نظري، اللي ما بيقدرش وقتي واللي ما بيقدرش شغلنا ما ينفعش معانا. واتمنى ان انت بتفكر بنفس النظام، عشان انت كل ما بتحترم وقتك هو بيحترمك، انت مش تحترم وقتك هو عمره ما يحترمك. انت ايه رايك في الكلام ده؟ توافق عليه ولا ترفضه؟ قول لي في الكومنتات رايك.